الراجل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ارتكب جريمة، نزل صورة ليه هو وأولاده على صفحته الشخصية وكتب عليها كل سنة وانتوا طيبين، وفجأة الدنيا اتقلبت وصحفيين يروحوا يصوروا معاه ولقاءات، والأزهر كمان يبعت وفد علشان يروح يقابله. وطبعا ده كله حصل بعد ما طلع دكتور وكتب بوست. هو ازاي أهل مراته وافقوا عليه؟ وازاي لما خلفوا أول عيل الدكتور ما نصحهمش إن هم ما يكرروش الجريمة دي؟ حتى بعد ما الدكتور مسح البوست بعد ما الناس هجمته، ناس كتيرة بقى طلعت زي الدكتور ده وبيتريقوا على الراجل بكلام قاسي وبشع عليه هو وعياله، لحد لما الراجل طلع وعمل فيديو وهو بيعيط. والحقيقة سأل سؤال مهم جدا، قال انتوا شايفين فيا حاجة غريبة؟ طيب هو انا خلقت نفسي؟ الناس اللي شايفاه ان هو ارتكب جريمة، مش في ناس تخلف طفل عنده إعاقة وطفل سليم؟ ده ممكن اب وام يبقى عندهم قزامه الاثنين ويخلفوا طفل طوله طبيعي، فانت مش عايزه يخلف تاني ليه؟ مين اللي ادالك الحق انك تتريق على خلق الله؟ انت بتتريق على الخالق، انت فاهم انت بتعمل ايه؟ لان هو مخلوق ملوش في نفسه حاجه. وبعدين كل الردود اللي قالها الراجل منطقيه جدا، يقول دول ولادي انا وانا مبسوط بيهم، انت مالك بقى؟ وهو عنده حق بصراحه، انت ما تعرفش ولاده دول ممكن يكونوا احسن عند ربنا من ولادك انت. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الإعاقة عمرها ما كانت معناها إن الشخص ده هيفشل. عارفين قصة غانم المفتاح؟ ده واحد اتولد عنده متلازمة الترجع الذيلي، ودي بتأثر على النمو السفلي للجسم، فيكون من غير رجلين، بس برغم ده قدر يحقق إنجازات أنت نفسك ما عملتهاش. غانم بقى واحد من أشهر المتحدثين الرسميين في العالم العربي، ولف العالم كله وبيدرس علوم سياسيه وقدر يفتح شركه استثماريه، وبرغم اعاقته اتعلم السباحه، وانت لسه بتعوم عوم كلابي وقاعد بتتريق على السوشيال ميديا على الناس. واسس مبادرات لدعم ذوي الهمم وبيساعد الاطفال المحتاجين، واوعى تقول ده عشان عنده امكانيات. غانم المفتاح من اسره مرتاحه بس مش اغنياء قوي، يعني هو اللي جاب الفلوس اللي عمل بيها مشاريعه، واهله كانوا بيدعموه نفسيا. واولاد الشيخ محمد حسن بيحفظوا القران، وممكن جدا يكونوا شيوخ عظماء، ممكن يكونوا اللي هم عايزينه ويقدروا يحققوه. إن الإعاقة مش عائق للنجاح، فلو أخذت لحظة للتفكير هتلاقي إن الشخص اللي عنده إعاقة بتبقى عنده إرادة للنجاح أكبر بكتير من الشخص العادي. فتلاقي شحط طويل عريض عنده إيدين ورجلين وصحته زي الفل، بس واقف بيشحت في الشارع. بعد اللي حصل للشيخ محمد حسن على السوشيال ميديا من التنمر، راحوا زاروا وفد من الازهر علشان يطيبوا خاطره وعشان يقولوا له ما تزعلش. بصراحه هي حركه جميله منهم. واللي انا عايزه اقوله انك ما تقدرش تحكم على حد ان هو غلطان انه خلف وهو عنده مرض جيني ولا لا، ولانك انت مش مكانه، ولان كان وارد برضه كان يجي طفل سليم. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه.